السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، معشر السائرين والسائرات. الحمد لله، ولا خير في شيء لا يبدأ بسم الله ولا بالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، خاوتنا وأحبابنا وجيراننا وأصحابنا، أصدقاءنا القدماء والجدد حيثما كنتم، حياكم الرحمن، علمكم القرآن وأدخلكم الجنة بسلام. قولوا آمين. باش نغيروا شوية الديسكور، إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا أنتيك ولا دوتيك ولا ترواتيك. المهم احنا رانا بخير والجزائر بخير، واللي راه سهران يجي يدردش معانا شوية. هاكو تعرفوا ساعات العصافير يرقدوا بكري، ساعات يرقدوا شوية روطار. عصافير هادو ما نقدروا لهمش، الله المستعان. كان يا ما كان في قديم الزمان. الصوت مليح خاوتنا. ما شاء الله. شكون واحد من الأصدقاء يأكد لنا على الصوت؟ زيزو سي ار أكد لنا على الصوت، بارك الله فيك. ولا زبير سالم أكدوا لنا على الصوت، بارك الله فيكم. اليوم العصافير يعني دخلوا للمكتب في غياب السلطة، وخلطوا شوية في الأمور هنا في المكتب، وحتى الميكروفون راهم بحروا لي الشابو هذاك تاعو. فإن شاء الله يكون الصوت مسموع مليح. بارك الله فيك أخي، الله يجازيك. باش نبداو برك يعني في القصف 5/5. كان يا ما كان في قديم الزمان واحد الناس شبعانة كاشير وبانان، وبعد نهار شبعوا كاشير وبانان وبربرناهم بشوية حنان، وكانوا حبوا يدخلوا لنا في حيط ودرنا لهم هذه في هذه، وبعثناهم لبر الأمان. بارك الله فيكم. الصوت مسموع ما شاء الله، الحمد لله. نبدأ على بركة الله عز وجل. يعني دائما كاين جديد وكاين مستجدات. بارك الله فيك هنا الزبير. والله يعني العصافير في البيت، يعني في غياب السلطة الذي هو أنا، السلطة المحلية، فوزيرة الداخلية والجماعات المحلية مسكينة ما تقدر لهمش، واعرين. ربما دخلت تصلي صلاة العصر ولا في المكتب، ودخل واحد موراها من العصافير، وأثناء الصلاة أثناء الصلاة خلطونا شوية في الميكرو، خلطونا شوية في الأمور. المهم سلامات. المهم مادام الصوت راه مسموع الحمد لله على كل حال. وفكرني هذا قبل ما نبداو واحد النكتة. قال لك رن التليفون الأب وهو في الحمام، والأم تصلي، والطفل هز التليفون، طفل صغير هز التليفون وبدا يعيط: بابا بابا الملكة وردة تتصل بك. قال لك الأم اكتفت بقراءة سورة الفاتحة وركعت وسلمت فورا. الأب خرج من الحمام مسكين مسرعا، وقال لابنه الله يلعن اللي درسك اللغة العربية، مكتوب مكالمة واردة ماشي الملكة وردة. هيا بعد قال لك الأم ابتسمت وجددت الوضوء وعودت رجعت للصلاة. هذه يعني من اللطائف التي تحدث في البيوت وتحدث اليوم. كاين يعني رسائل نوجهها لبعض. امين ان شاء الله. بارك الله فيك اخي، ويحفظ لك اولادك ان شاء الله. كذلك اخويا سفيان، يحفظ لك اكرم ويحفظ لك الزوجة والوالدة ان شاء الله.
ف رسائل بزاف نحاولوا نوجهوا بعض الرسائل، لأنه الناس التي تصطاد في الماء العاكر والناس المهزومة والناس السلبية ماذا بينا ما يقعدوش عندنا هنا في الصفحة، ماذا بينا يروحوا لصفحة تحرير الوعي رقم 4، راهو عندهم 4 صفحات لتحرير الوعي. ما كنتش عارف أنا باللي الوعي يحرر، شغل الوعي راهو عبد يحرروه. فراهم دايرين بداية نوجهوا رسالة لإسماعيل زيطوط اللي راه دار واحد الكشف مؤخرا وعنده مشاكل شوية في القلب، وعم باله هو زعما الأمور السياسية والجهاد السياسي راهم مرضوا. يا إسماعيل هذاك الجاك دانييل اللي راك تشربه الزنجبيل المشبوه هو اللي يدير مشاكل في القلب. الكحول يديروا مشاكل، يديروا دي بالبيتاسيون دو كور، قلبك يعود الخفقان نتاعو يخبط، لانه هذاك المشروب اللي تشربوه قاصح، فهمت؟ فماذا بيك تخلطوا بشويه زنجبيل ودير له شويه تيزانه. المهم لما عندكش، يعني راهم عندي العشوب انا في الدار، يعني كانت اختصاصي يعني واحد الوقت في الاعشاب، وانا بوليفالون يعني نلعب في كاع المجالات الحمد لله، في الدفاع في الهجوم حارس مرمى. يعني نعطيك نصيحة لوجه الله عز وجل، نقص عليك هذوك المشروبات الروحانية، نقصهم عليك، شكون هما اللي يديروا فهمت، يديروا المشاكل في القلب. هذه الرسالة الأولى، لأنه هذا جماعة رشاد وجماعة التحرك يعني خلاص لهم البارود. واحد الوقت قالوا لنا 5 جويي ما مشاتش، ومن بعد قال لك 5 اكتوبر ما مشاتش، هيا قال لك البريمي نوفمبر مليونية بريمي نوفمبر ما مشاتش. فتحنا المسجد الأعظم والناس راحت انتخبت على الدستور. على كل حال اللي قال نعم مواطن صالح وموهوب، واللي قال لا مواطن صالح وموهوب، واللي ما راحش مواطن صالح وموهوب. الجزائر يعني تجمع الجميع ولله الحمد. فذكرهم اليوم نشرونا في الصفحات الوعي المعلب تاع شكاير، راهم حاطين 1 ديسمبر، داروا تاريخ جديد. ما على بالناش هذا التاريخ لا عنده أسبقية تاريخية ولا كش حاجة، ولا برك يعني لأنه أول ديسمبر، يعني أول يوم في الشهر، شهر 12 كما يقولوا خوتنا المغاربة، شهر 9 وشهر 10 وشهر 11 وشهر 12. هم يروجوا لهذا البضاعة المزجات اللي انتهت في الحقيقة، انتهت بقات في المواقع، حياتهم بقات في المواقع، انتهى أمرهم تاع الواقع. لو كان تلاحظوا مؤخرا نعطيكم مثل باش نفتحوا كرتوشة لواحد المخلوقة على السريع. عبدو سمار اللي راهو دركا الآن عطاوه اللجوء السياسي في فرنسا، وما زال سامح على كل حال في زوجته وولاده في البلاد. والله يعني ماشي رجله هذه كاع نهائيا، أقل شيء تديهم معاك، تخليهم معاك في فافا. راهو طايح عندها واحد 40 فيديو تقريبا ولا مؤخرا، طايح على المستوردين لي زامبورتاتور، والحاله فلست، وعلاش ما راكمش تخلوا الناس تامبورتي وكذا وكذا وكذا. باين لحقاتو انفلوب من عند هذا الناس اللي راهم مقيوسين اذناب العصابه، اللي كانوا يستوردوا يعني حتى التراب، الزبل اكرمكم الله وجابوه للجزائر. المهم يضخموا الفواتير ويقونفليو لي كونت وكذا. يا سي عبدو سمار قول لاصحابك راه ابو سلمى الاندلسي الناطق الرسمي باسم الجزائر الجديدة عبر المواقع التواصل الاجتماعي، راه يقول لك قول للناس اللي رسلوك باللي في الجزائر الجديدة ما كاش حاجة تستورد إلا وتعقب على واحد اللجنة في الحكومة يدرسوا الملف. واش راح يجيب لنا هذا الامبورتاتور عفوا، يشوفوا الملف،
إذا كانت حاجة يعني مخصوصة في الجزائر صح وناقصة وكذا، أول نقطة. ثاني نقطة، منين راح يجيبها؟ منين؟ احنا عندنا شركاء وعندنا تحالف مع ناس. إلا راح تجيبها من فرنسا غير ما تدفعش الملف تاعك، يعني مباشرة المشروع تاعك ما راهش مقبول. فهمت؟ والشفافية وكلش، ولا راك حاب زعما شغل تقدم هذاك المشروع باش يعطوا لك قرض في البنكة بالدوفيز يا ودي هذيك انتهت، وقت العصابة راحت. حنا دركا في الجزائر الجديدة نعاونوا الزواولة، نعاونوا الشباب الصغار باش يديروا لي ستارت اب هكذايا، مؤسسات صغيرة هكذا يخدموا على روحهم. وما نتوما صايي بالعكس راكو في السبلة وراكو تحت اللوبة. جميع اللي غمس مع العصابة غير يتخبى، في حب زعما يظهر دركا يتمنجل. والمنجل ما شاء الله راهو خدام يعني حار يحرق، تاع السحار تاع واد سوف. نحييو خاوتنا يعني تاع واد سوف وتاع تقرت وتاع الواد وتاع المنيعة وتاع تيبازا، ما شاء الله يعني نشر واحد الأخ موز تاع تيبازا بنان ما شاء الله، يعني صنع محلي. هاي الخدمة وهاي الرجلة. ما هذا الأمور يا عبدو سمار خلاص أكل الدهر وشرب عنها. أنت بقاو لكم المواقع، احكوا في المواقع ما دام الناس تسمع وتبلع، احكوا كما حبيتوا. حنا الجزائر رانا غالقينها. شفتوا هذيك المرميطه اللي درتها لكم في منشور كوكوط مينوت ومغلوقه بالكادنات وبالكلابشات، ما كاينش الماكله هذيك الجماعيه انتهى صاي. اخويا تحب تاكل نهار نفتحوا ارواح سمي بسم الله وروح كل معانا بشويه. فهمت؟ هذيك تاع انتهت خلاص. هذه كانت الرسالة الثانية. الأولى كانت لإسماعيل زيطوط باش ينقص شوية من المشروبات المشبوهة، لأنه مؤخرا راه دار واحد لي زاناليز وقالوا له يا ودي هاو المشكل وراه ما ولا الوعي لا حتى حاجة واحدة أخرى. والرسالة الثانية لعبدو سمار، أنا قلنا له بلغ الناس اللي رسلوك وعطاوك الانفلوب باللي ما كاش الاستيراد. إلى هذا الناس عندهم دراهم وعندهم دراهم حلال وماشي متورطين مع العصابة، يا خويا ماذا بينا يصدروا لنا المنتوجات المحلية تاعنا. راه الخير الله يبارك. يروحوا يشوفوا في طولقة كاش ما يصدروا لنا تمر، يروحوا يشوفوا في واد سوف، في تقرد، في الواد، في المنيعة كاش ما يصدروا لنا أمور حبوب خضراوات، يدخلوا لنا الدوفيز للجزائر ويدوا النصيب تاعهم ما نحقروهمش. ما كاش لي يتحقر في الجزائر. وهذه رسالة لواحد الأخ بعث لي على الواتساب ما جاوبتوش، يعني ما كاش لي يتحقر في الجزائر غير إلا حبيت تتحقر أخي الكريم. العدالة راهي تقول لك بلغ على الفساد. أي واحد حقرك مهما بلغ ومهما على كعب هذا الإنسان ما تخافوش، بلغ، وصل صوتك، وصل صوتك. إلا كان ظالمك يتحاسب عادي جدا. انتهى هذاك الوقت. اليوم وقت الزواولة بإذن الله عز وجل، وقت الزواولة، وقت الفقراء، فقراء الحال هم اللي إن شاء الله راح نقوم بهم بإذن الله. هذه الرسالة الثالثة. الرسالة الرابعة لواحد الشرذومة على كل حال محسوبة على التيار الزوافي، وهي صحفية في قناة فرونس 24 بين قوسين الصهيونية اللي تعرفوها ربما انتم في الجزائر، يعني عندها بالعربية وبالفرنسية وبالانجليزية وربما حتى بالعبرية. هذه القناة معروفة تروج دائما لبضاعة مزجات، والهدف تاعها دائما حتى الجزائر سيبلة. هذه الصحفية المدعوة مريم أملال لالماس راهي يعني مجمعة التحراك هي على كل حال، وكانت واحد الوقت مشركة فمها بزاف الجيش الجيش وما على باليش كيفاش والقمع وما على باليش يا بنت الناس، يا بنت الناس، يا اللي مرة رحتي درتي النشرة بجبة قبايلية في فرونس 24 ما تخليناش رانا متوضيين والناس راهي متوضية هنايا، ما تخليناش نقولوا لك كلام ماشي مليح ولا ندخلوك في الخصوصيات. الجزائر كبيرة عليك وكبيرة على الغاشي تاعك، والجيش
كبيرة عليك وكبيرة على الغاشي تاعك. يا فرونس 24، هذه رسالة ليكم. سي ان ميساج à la chaîne France 24 française. Vous voyez pas ce qui se passe en France? Vous voyez pas la violence? Vous voyez pas les policiers qui tapent les gens tout le temps? Vous voyez pas le couvre-feu? Vous voyez rien du tout? Vous voyez pas les 130 € d'amende pour oublier le masque, ou bien pour ne pas avoir une attestation, une autorisation pour sortir de la maison? Vous voyez pas ça, madame? Vous voyez que l'Algérie. ياك ما كاش، كاين غير الجزائر برك بين عينيكم. يا صدقوني هذه رسالة ليكم يا جماعة فرونس 24، ورسالة ليك يا مريم أملال لالماس، رسالة ليك. لو كنت صحفية حرة، si vous étiez une journaliste libre et non une simple marionnette dans cette chaîne, vous devez parler des choses plus importantes qui passent en France, des gens qui se manifestent tous les jours, les gens sans abri qui dorment dans la rue en plein froid. Ça, c'est des belles choses à commenter dans votre chaîne ou de parler dans votre chaîne. هذه رسالة ليك. الجزائر كبيرة عليك وكبيرة على غاشيك. روحي قولي للفرنسيين، للشرطة الفرنسية، ما يقمعوش ولادهم. واللي سمعت الأدلة، راهم الأدلة موجودين في اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي كلش. شرفاء تاع فرنسا، الناس الطيبين، المواطنين الطيبين، راهم ينشروا لكم على المباشر. اليوم كانت مسيرة في تولوز، البارح شبه يوميا. فرونس 24 غايبة على الشيء هذا. ما لا بلغي هذا الكلام للناس اللي يرسلوك انت تاني، قول لهم يا ودي راهم يقولوا لكم في الجزائر، واحد الناطق الرسمي باسم الجزائر الجديدة في مواقع التواصل الاجتماعي واسمه أبو سلمى الأندلسي، وراه مقيم غير عندكم هنايا بين إسبانيا وفرنسا، راه يقول لكم يا ودي راه كاينه مشاكل في فرنسا. ما قلتوليش، ما خبرتونيش بلي راهي عندنا مشاكل كبيره ورانا مديونين وراهي الدنيا مخروبه والناس راهي خارجه في مسيرات والحراك الفرنسي راه متواصل وما سنواصل الحراك. راهم دايرين حاله كبيره الفرنسيين. ما شفتوهمش هذو؟ يعني جاتك غير الجزائر على عينك العوره. استحي على عرضك، استحي على عرضك، ما تخليناش ندخلوا لك في تفاصيل واحده اخرى. رساله واحده اخرى للبرلمان الاوروبي، الرساله الخامسه ربما، اللي بعض الاوباش النواب 2 ولا 3 ولا 4 ما عندهمش باع ولا صوت ولا اي شيء، زعما حبوا يتدخلوا في الشؤون الداخلية الجزائرية. هذه رسالة لكم، ديروا حكايتكم في شكارة وروحوا تروحوا. الجزائر راهي ساترت لكم عيوبكم وسترت لكم عوراتكم بزاف. ولا حبيتوا المشاكل خلطوا فينا، سهل الشيء جدا. هذيك البوابة اللي كانت مفتوحة على ليبيا تاع الهجرة الغير الشرعية وتغلقت، تحبوا نفتحوا لكم واحدة في الجزائر، نفتحوها عادي جدا. واحد 4 ملايين جزائري وإفريقي يدخلوا في قوارب الموت يجيبوها عندكم ومن بعد دبروا راسكم بهم. انتم من بعد عيشوهم ووكلوهم وشربوهم. مشاكلنا نحلوهم بيناتنا، حنا خاوة نتضاربوا ومن بعد نتسامحوا ونتعانقوا نورمال. بقاو غير انتوما برك، بقاو غير انتوما ديروا النش. هذه رسالة واحدة أخرى. رسالة سادسة ربما، يعني في نفس الوقت بشرى للشرفاء فيما يخص 30,000 طن تاع
القمح هذا اللين المسوس، اللي بالمناسبة المسؤول عن الديوان هذا راهو أنهيت مهامه في انتظار يعني باش يجوز العدالة. هذا الأمر داخل فيه أم الخبائث فرنسا، وداخل فيه دولة قطر، هما اللي مشتركين مع هذا الشركة الليتوانية، اللي بالمناسبة ما خرج هذاك القمح ولا قال الحق للجزائر ورجعناه، ولا باش تعرفوا باللي اليوم في الجزائر الجديدة ما نجيبوش التراب، ما نجيبوش أي حاجة. عندنا أخصائيين، وعندنا دي فيترينار، وعندنا ناس لا سبيسياليتي تاعهم تفتش هذه المواد سواء غذائية ولا أي مادة. شافت باللي هذه المادة غير صالحة للاستهلاك، معناها راح ترجعوا لنا دراهمنا وراح تعطونا تعويضات، معنا احنا رابحين آلي روتور في القضية. وين تحط فرنسا نيفها وين تحط قطر نيفها كاين اللوش. واليوم راهو قطر وتركيا راهم تبادلوا الخليفة أردوغان مع الأمير تميم ما على باليش شكون، راهم تبادلوا واحد الرسائل وتغريدات عبر التويتر زعما في الصداقة والمحبة اللي بيناتهم، وكي البارح كي اليوم وكذا. هنا كاين اللوش، هذو الناس دركا راهم خرجوا للعلن باللي خاوة قطر وتركيا أكبر خاطر على الدول الإسلامية هما هذا الزوج، زوج دولات يفبركوا الإرهاب في العالم والخوارج والدماء، بصح عمرهم ما ضربوا بنو صهيون. دائما يديروا الفتنة بين المسلمين دائما يدخلوا المشاكل للعراق، لسوريا، للمالي، ليبيا، حبوا يدخلوا لنا المشاكل لينا ولقاو الحالة مغلوقة بالكلبشات. هذه رسالة ليهم على كل حال باش يفهموا، ورسالة للأبواق تاوعنا بصفة خاصة في الخارج وفي الداخل، اللي راه يتروج ونقال لكم الاشاعات والرئيس مات وما على باليش كيفاش وكذا. حنا نتمناو له ان شاء الله يسترجع كامل صحته ويرجع الميدان، هذا ما نرجو من الله عز وجل. لكن اذا قدر الله ومات الرئيس ومات الوزير ومات قائد الاركان، ما كان حتى حاجه تغير في الجزائر. الجزائر مغلوقة، صح مغلوقة بالكلبشات، ماشي هضرة تاع مواقع، هضرة تاع واقع. سما نتوما إلا راكو ظنين باللي راح تعاودوا تدخلوا من الباب الواسع للجزائر، يا ودي راكو غالطين، راكو غالطين في حساباتكم. الجزائر مغلوقة تاع الصح، برئيس بلا رئيس، بوزير بلا وزير، ما كاش. جماعتكم اللي فهمت الشيء هذايا وعلى رأسهم السعيد سعدي، كيف فهم هذاك الشيء رفد كابتو وراح لفرنسا وخلى طابون باصي في الجزائر، والعدالة راه يتسنى فيه على كل حال. هذه الرسالة اللي بعثها مؤخرا وسيدي الرئيس وكذا، هذو ولاد فافا حبوا زعما يرجعوه للواجهة، زعما هذا ما كان. هو أصلا غيبة، هو اصلا غيبة. واحد الشرفاء دار له منشور نقراه لكم هنا على السريع، قال لكم هذا كريم طابو عميل فرنسا بالثبوت، راه يقول في المنشور تاعو هذا الصديق هذا أن فرنسا تعمل في الآونة الأخيرة على دفع كريم طابو للواجهة الإعلامية والسياسة الجزائرية، وإظهاره بثبوت الرجل الشريف الوطني الذي يحب الجزائر ويكره فرنسا.
وقد ظهر ذلك جليا في ردود طابو عقب التصريحات التي أطلقها يعني للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمغازلته للجزائر، ولرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي كانت مقصودة من فرنسا، إذ أنها أمرت مواليها في الجزائر إلى انتقاد تصريحات رئيسهم ماكرون، وهذا لكسب الشعب في صفهم وتحقيق إجماع وطني عليهم. وهنا نوجه عدة أسئلة لكريم طابو، من بينها سين واحد: لماذا طردك المرحوم أيت أحمد والقيادات الثورة التحريرية من حزب الأفافاس؟ قول للجزائري علاش طردك أيت أحمد الله يرحمه من حزب الأفافاس. سين اثنين، سؤال ثاني: ما هي علاقتك يا كريم طابو بالشركة التي يديرها أخوك جعفر في مدينة لوهافر الفرنسية؟ سؤال رقم 3: لماذا استضافتك مؤخرا القناتين الفرنسيتين فرانس 24 و تي في 5 لو موند؟ هذه أسئلة ماذا بينا طابو يدير لنا رسالة بالعربية والفرنسية ويبعثها في مواقع التواصل الاجتماعي ويجاوب. ويختم هذا الصديق قال له: عندما كنت طالعا هابطا إلى فرنسا مع من كنت تقعد أو تعقد الاجتماعات هناك؟ مع من كنت تجتمع؟ يعني كاين 4 أسئلة ماذا بينا يجاوبنا عليها السيد كريم طابو، جاوبنا عليها. ثم كي انتهى أمرك في الجزائر وراهي عندك قضايا يعني ما زالت مع العدالة، فرنسا أم الخبائث حابة ترجعك زعما بطريقة غير مباشرة للساحة السياسية. ما نبلعوش حنا أي شيء، ما نبلعوش أي حاجة. أنتوما بقيتوا تاع مواقع وتاع رسالة وتاع منشور، وما كانش حاجة ناديتوا بها من نهار انتخبنا رئيس لليوم هذا وتحققت لكم في الواقع. لا مليونيات، لا تحراك، لا ما كان حتى حاجة. مش معناه هذا الشيء معناها أنكم انهزمتم سياسيا، اجتماعيا، فكريا. واحد الوقت وليتوا تحرقوا الغيب، وليتوا تديروا واحد الأمور تاع ماشي تاع مدنيين. المدنية سي سيفيليزاسيون، مدنية تحضر. المدنية ماشي تكسار، ماشي حرق. اسمها مدنية تاعكم هي حبر على ورق، هذه هي المدنية. احنا عندنا العسكرية وتحبستم. وراكم شفتوا المنشور اللي حطيت لكم اليوم أن الجيش الوطني الشعبي يعني بقيادة قائد الأركان شنقريحة ربي يبارك في عمره فرغ مكان، وشفتوا جمال المكان ونظافة المكان، يعني فندق رياضي عسكري باش يروحوا الناس بين قوسين الزواولة وحطوا عليها تحت خط أحمر يروحوا يداووا الناس ويديروا الفحوصات تاع الناس اللي عندهم الكوفيد 19. شي واحد الناس قال لك هذا وقيلة داروها للعسكر. العسكر ما يحتاجهاش، العسكر عنده عين نعجة، مستشفى العسكري. هذه مبادرة من المؤسسة العسكرية لصالح الشعب. وراكم شفتوا فرقة طبية تنقلت الأماكن الظل باش يديروا لي تيست في نفس الوقت للمواطنين والمواطنات يشوفوا لا عندهم الكوفيد 19. وعجبني واحد التعليق تاع واحد الشرفاء
قال الحمد لله أنه الجيش الوطني الشعبي يعرف الحرمة والحرمات، جاب معاه نساء من الجيش باش المرأة تفحص مرأة والراجل يفحص راجل. هذه هي الجزائر الجديدة، حنا مسلمين وتحبس تم، وعسكرية وتحبس تم. اللي ما عجبوش الحال الله يسهل عليه، يدي حكايته في شكارة ويروح يروح. واحد الناس راهي تروج للحدود وفتح الحدود. والله ماذا بينا، أنا واحد من الناس توحشت الجزائر، ماذا بيا يعني تحل الحدود. بالصح في الظرف الحالي مستحيل تفتح الحدود الخارجية في عز هذا الموجة الثانية ولا الثالثة تاع كورونا، مستحيل. وانا نشرت لكم في الصفحة اليوم في الصباح الباكر يعني موضوع ماذا بيا كاع المغتربين يروحوا يسمعوه، باسكو هو منشور بالفرنسية، وتحت المنشور في الأسفل كاين فيديو بالعربية، مسؤول في هذا المجال جزائري يعطي التفاصيل تاع الناس اللي ممكن تدخل للجزائر بواحد الرخصة خاصة. ما رانيش نتحدث على الناس اللي دارت لهم الدولة دخلتهم يعني للحجر الصحي وكذا، ماشي هذا الناس التي أجلتهم الجزائر من الخارج. هذا كاين واحد البروغرام سبيسيال، واحد عنده أولاده يقراوا في الجزائر وهو يعني كما نقولوا عالق في بلد ما، واحد عنده مريض قراف يماه باباه جنازة أي شيء، كاين إجراءات تندار يا خاوتنا. روحوا قراوا اسمعوا الفيديو. بالك كاين اللي ما يقراش الفرنسية، ماذا بينا يروح عفوا يروح يسمع الفيديو بالعربية باش يفهم الإجراءات اللي يقدر يديرها. وينصح فيكم الأخ هذا في الفيديو، قال لكم ما تشروش البي في الانترنت، ديروا كاع الإجراءات اللازمة سواء في القنصلية أو في وزارة الداخلية. الناس وفاميلتكم اللي في البلاد يروحوا يدفعوا واحد أمور تما أوراق واستمارات وكذا باش يقولوا الموتيف تاع هذا الإنسان علاش راه نازل البلاد عفوا. ولما تقبل هذا الملف ثم تروح تشري تذكرة من الوكالة ماشي من الانترنت، وترتب مع الطيران اللي يجي الجزائر وتدخل الجزائر. أما فتح الحدود هكذا بطريقة شعبوية مستحيل. بسم الله، مستحيل. هذا الظرف هذا يا الكورونا راهي دايرة حالة. هذه هي الحكاية يعني باختصار شديد. اللي يحب يعرف معلومات أكثر على الموضوع يروح يدخل يعني حطيته أنا في الصفحة اليوم، يدخل المنشور. إذا كان يقرأ الفرنسية يقراه، لأنه الفيديو ساعات فيه بعض التقطع في اللايف تاع هذاك المسؤول، ويقرا واش كاين. شو كاين ناس صح راهي مضروره وحابه تدخل الجزائر وربما ما لحقتهاش المعلومه، والسيد هذايا في اللايف يقول للناس بارطاجيو المعلومه للناس. فماذا بينا الناس اللي عندها هذا الشروط واللي اولاده يقراوا في الجزائر، هو راهو لا يعني كما نقولوا عالق موت مرض عمليه جراحيه اي حاجه، كاين شروط، يروح يشوف الإجراءات اللي لازم يديرها باش يدخل للجزائر يعني من الباب الواسع. ومن بينها لازم يدير التست، هذا شيء عادي. التست تاع الكوفيد لازم يكون في 48 ساعة الأخيرة قبل ما يشري البي. هذه ربما معلومة لخاوتنا المغتربين خاصة، يعني اللي راهم عندهم ربما مشاكل وما يقدروش يدخلوا. اما الخروج، كان عندي صديق انايا عالق واحد الوقت مسكين في وهران، هو مقيم في اسبانيا، وما كانش عارف باللي كاين طائرات تخرج للمغتربين اللي كانوا حاصلين في الجزائر. من بينهم يعني نشكروها واحد الاخت جزائريه بعثت لي في الواتساب،
قالت لي يا شيخ راني شريت تذكرة هذه في الصيف هذا اللي فات، وشنو التذكرة غالية، إلا تعرف الناس راهم حاصلين في الجزائر، راه يعني الخروج من الجزائر للناس اللي عندها بطاقة إقامة ولا جنسية ولا عنده عامل وراه مبلوكي، تشري بي على حسابك وتخرج عادي جدا، كي البارح كي اليوم. أما الدخول لازم له إجراءات، وإجراءات ماشي سهلة، لازم لنا إجراءات يعني صارمة. هذه لأنه كان بعض الناس راه يتروج في مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا راني مشارك في هذيك الصفحة على كل حال تاعهم، راني نشوف في الأمور. هذه البناية التي أخلتها وزارة الدفاع الوطني إن شاء الله للمصابين بكوفيد 19، وباش يديروا لهم تم التحاليل وكذا. فهمت؟ واحد في التعليق عجبني، قال لي سبحان الله، قال لي شوف العسكريين شحال نظاف، عندهم الانضباط، عندهم النظافة. احنا المدنيين الله غالب إلا من رحم ربك، ما نقول لكم عسكرية، عندنا الحق. ونشرت لكم اليوم في الصفحة، ربما هذا الموضوع نخلوه الآن في آخر اللايف نحكوا عليه باش تعرفوا كيفاش الأمور تمشي. درنا لكم بعض النقاط كيفاش الدولة القوية تمشي، ومن بينها الدولة الجزائرية الجديدة كيفاش راهي تمشي. نحوس لكم على الموضوع فقط باش نفهموكم بعض النقاط. سمينا في المنشور، درنا له عنوان هكذا تدار أمور الجزائر، وعملت له 7 نقاط. هذا من تحليلي الخاص، ومن فهمي للواقع، ومن فهمي للجيوبوليتيك بطريقتي الخاصة. أول حاجة، باش البلاد تجيب أي مشروع من الخارج، وخاصة في عز الأزمة العالمية وفي عز الكورونا وفي عز هذا الشيء، العمل المخابراتي الخارجي. وهذه حط عليها خطوط حمراء، العمل المخابراتي الخارجي. هذه لجماعة يحسبوا كل شيء خفيف غير يجي وصدم. أخي الكريم، باش تجيب أي صفقة من الخارج ماشي هكذاك، كاين خدمة كبيرة، كاين أرضية لازم تهيأ. البارح مثلا وزير الخارجية خونا صبري بوقادو، نحييوه بالمناسبة، بسم الله، وجه رسالة تهاني الوزير الخارجية الأمريكي الجديد. ما زال ما استلمش المهام تاعو، لكن أعلنت الإدارة الأمريكية الاسم تاع الإنسان وكذا. شوفوا الناس وين تخمم، شوفوا الذكاء تاع الناس وين يخموا. من الأوائل الناس اللي هناتو وزير خارجية الجزائري اللي فاهم الواقع وفاهم الواجب في الواقع. اليوم نعطيك تهنئة، وغدوة نحكو في الواتساب مثل، يعني مثال، غدوة نحكيو في الواتساب أمور، مسائل، تبادل معلومات، تبادل صفقات، تجارة، بزنس، أمور بزاف. يعني الناس الأذكياء علاش ما عطاوهاش لهذا القوم
جماعة مدنية ماشي عسكرية. هم كانوا يجيبوا لنا في التراب، والماكلة تاع الحمام والماكلة تاع ما على باليش واش. أول حاجة نهنيك بالوزارة تاعك، هذا الشيء فرح وزير خارجية أمريكي أنه وزير خارجية الجزائر هناه وكذا منا وهكذا يبدأوا الأمور، يبدأوا التيوات وتبدأ الدخلات والخرجات وتبدأ تتهيأ الأرضية. تدار الأمور على تقريبا، أنا اختصرتها في 7 نقاط، وكل نقطة ربما تفرع عليها بزاف أمور. الله يجازيكم، ركزوا معانا باسكو راه واحد الذباب هنا لداخل يدور. خلوهم يهضروا، خلوهم يا جماعة الخير. أنا ماذا بيا هذا الناس يقولوا الشيء اللي يحبوا، يسبوا يشتموا، أنا لا يزيدني هذا إلا رفعة بإذن الله عز وجل. ركزوا معانا، هذه أمور حساسة، أمور تهمنا حنايا. أما السفهاء خليهم يحكوا، حنايا ندافعوا على بلادنا، خليهم يسمونا واش حبوا هما. نشيتو نحلحسو الرونجاس، قول واش حبيت. بلادي واعتز بها وافتخر، وباطل نشيت باطل بالك هذه زيد توجعك اكثر. مانيش خالص في سبيل الله. ما لا ركزوا معنا في المواضيع الحساسة. هذا الناس خلوهم يحكوا. وجماعة طلعني شغل طرولي، يسنا لا قاعد في العريض وكيجي واحد طرولي واحدة أخرى تطلع. 7 أمور تدار بها الدول. الجزائر من بين هذه الدول تعمل هذا الشيء. العمل المخابراتي الخارجي، وهذا يعرفوه غير رجال الخفاء اللي يروحوا في مهمات خاصة ويهيئوا الأرضية ما شاء الله مع السلطات اللي تما، ويوجدوا مليح التيران. ما ندخلوا لكمش في تفاصيل لأنه التفاصيل تبقى يعني بين قوسين، يفهموها غير القلة، وماذا بيا يفهموها غير القلة. باش تعرفوا خدمة رجال الخفاء وخدمة جماعة تاع المهمات الصعبة اللي ترميه من طائرة في أي صحراء في العالم، ينزل الباراشوت يغرسها في الأرض ويدخل لك في أي تيو مع المافيا الإيطالية الكولومبية البرازيلية الأرجنتينية، وين تحطه يدخل في التيوات ويجيب المهمات من أجل بلاده. هادو نحييوهم اليوم تحية خاصة، تحية احترام وتقدير. اللي ما يعرف قدر الرجال إلا الرجال. هذو الناس يعرضوا نفسهم للخاطر من أجل أمن واستقرار الجزائر، وسموهم رجال الخفاء عفوا، عايشين في الخفاء ويموتوا في الخفاء، وحتى الجنازة تاعهم تكون في الخفاء. ما يحتاجوا لا إشهار، لا مواقع تواصل اجتماعي، ما يحتاجوش يديروا لي لايف. هادو ناس تاع خفاء. وما يعرف قدر الرجال إلا الرجال. علاش قلت لكم خلوا هذا الناس يسبوا، خلوهم يحكوا، كل حاجة تعقب على السكانر. كاين ناس صدقوني ماهوش عارف أصلا شكون اللي راه يسب فيه في هذا اللايف، ولا يسب واحد في الخاص ما يعرفوش، يحقروا بالعين. يدخل واحد في الماسنجر يسبوه، يسب له يماه، ما يعرفوش وش يكون اصلا. ربما هذا السيد يدخل له لداره
للغرفة تاعو هو راقد. هذه رسالة لبعض الناس ربما تتكاكى، ما همش كاع الناس اللي راهم هنا في المواقع التواصل الاجتماعي ناس بسطاء، كاين ناس قادرين يجوا يسمعوا يعبوا يشوفوا واش كاين، من حقهم. بصح باش تروح تسبوا انت في الخاص بلا ما تعرفوا، انا ننصحك، فهمت؟ ننصحك لوجه الله وفي سبيل الله. والرسالة الثانية، راهم يتكونفوكاو ناس بزاف في الجزائر من اجل السب والشتمان. هذو الجماعات يحسبوا كل شيء خفيف غير اجي وصدم. فماذا بكم خلوهم يقولوا، خلوهم يحكوا، كل حاجة تعقب على السكانر. لما الرجل الخفاء والمخابراتي يسقم التيرة، تجي النقطة الثانية وهي التنسيق الدبلوماسي. التنسيق الدبلوماسي، وزير الخارجية، السفارة اللي في هذيك البلاد ينسقوا مع البلاد هذيك زيارة، أول شيء السفير ولا القنصل، ومن بعد وزير الخارجية. ثم كي تسمعوا بوزير الخارجية الجزائري في بلاد واستقبل من طرف الناس الكبار تاع هذيك البلاد، عرفوا باللي الأرضية راهي مهيئة وصالحة للزراعة وتنبت بإذن الله، وتأتي أو تؤتي أكلها بعد حين. هذا الكلام غير للناس العاقلين اللي يفهموا ويقراوا بين السطور. ما المبردعين غير روحوا شوفوا الواي واي ولا شوفوا حاجة واحدة أخرى. لما السلك الدبلوماسي يتحرك، تبدأ المقابلات الرسمية. يجينا رئيس، يجينا وزير، يجونا ونجوهم، وفهذيك يجونا ونجوهم ليس كل ما يحدث يقال في الإعلام كاين أمور تدرس في الكواليس عادي جدا، أمور استخباراتية أمنية مكافحة الإرهاب، بزاف أمور أسرار دولة. أما الأمور المعروفة راح نديروا تجارة مع مالي ولا راح نبيعوا السيمان لموريتانيا، هذاك السيمان اللي ديناه لموريتانيا ما جاش هكذاك زعما رفدنايا مع بالي شحال من طن وديناه، كانت خدمة في الميدان مهدت للشهادة. بعد المقابلات الرسمية هذه نختصر يعني ما حاب نطول، تجي إبرام العقود، يبداو لي كونترا، نديروا معاكم كونترا عام عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين، كل ما تحتاجوا شحنة تاع سيمان ولا حديد ولا فوسفات ولا زنك ولا أي ثروة عندنا احنا في الجزائر، هاي عندنا ديجا أبرمنا عقود. بعد إبرام العقود كاينة حاجة يسموها إمضاء الصفقات هذه النقطة الخامسة، هذا تحليلي الخاص للواقع كيفاش يمشي، وهذا ما تلقاه لا في الجزيرة نت ولا في CNN ولا في أي مواقع تواصل اجتماعي ولا في أي إعلام، لأنه الإعلام بصفة عامة مغيب على الواقع. الإعلام هو عفيون الشعوب. كي نقول لكم أنا ادوا المعلومات من اليتيمة، تدي الصحيح من اليتيمة، تروح تسمع منه من تدي غير الخرطي والفستي، ما تديش حاجة صحيحة. نهار تمضى الاتفاقيات، قال عندنا مع هذه البلاد اتفاقيات نجيبوا من عندهم كش حاجة إلا احتجناها، وحنايا قلت لكم مؤخرا ما راناش نجيبوا، ما كاش الاستيراد غير الضروريات، حاجة فريمو ضرورة قصوى نستوردوها، رانا نصدروا. اللي عنده القدرة اليوم
في الجزائر، وهذا نداء لرجال الأعمال والأثرياء اللي ربي كرمهم بالحلال الطيب. عندك دراهم حب تخدم حب تستثمر، أرواح صدر. شوف مع الفلاحين تاع الصحراء، شوف مع الناس اللي راهي تنتج، فهمت؟ صدر لنا أمور، اتصل بالجهات المعنية، رتب معاهم باش يديروا لك أمور مع بلدان مع كذا. وإحنا نقول لكم البلدان كاين ناس ما نتاجروش معاهم، حنايا ما نتاجروش مع الصهاينة، كاين ناس ما عندناش معاهم اتفاقيات، ما ندخلوش معاهم في اتفاقيات. إلا راك راضي بسم الله توكل على الله وتدي حقك وتربح بالحلال الطيب. أما الاستيراد راهو في خبر كان، الاستيراد كان في وقت حداد وليكونيناف وسلال والجماعة صاي، هذوك راهم في خبر كان وراء القضبان. نهار نسينيو لسينياتور تاع لي كونترا يبدا التبادل التجاري والاقتصادي، تبدا الخدمة، ومن بعد ما نبداو نسربي وندخلوا شويه في العمله الصعبه باش نسلكوا روحنا، كاين حاجه يسموها الاتفاق على المصالح المشتركه، تدخل فيها الارهاب ومكافحه الارهاب والحدود وكذا، تدخل في هذا الاتفاقيات على عندنا مصالح مشتركه مع هذه البلدان. معناه كل واحد من الوزارات الحساسه هذوما راه عنده باع كبير في تطور وازدهار الوطن. وما يستاهل باش تدخل العمله الصعبه في 2020 في عز الكورونا، نهار اوروبا راهي تنهار، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، اليونان، بلدان يشار لها بالبنان راهي تنهار اقتصاديا. معناها لازم تكون عندك علاقات قويه وباني العلاقات تاعك يعني على استراتيجيه وعلى المدى المتوسط والبعيد، ماشي تخمم عند رجليك. هذه رساله لجماعه مدنيه ماشي عسكريه. لولا الله عز وجل ثم الرجال اللي في العسكر، يا دوره ما يدخلش الجزائر، دوره ماشي اورو، دوره ما يدخلش. معناه هذا الناس فيها وزارة الدفاع الوطني، المؤسسة العسكرية، وزارة الخارجية، وزارة التجارة، وزارة الداخلية. هذو الربع وزارات الحساسة اللي راهي اليوم في يد الرجال الشرفاء. بهذه الوزارات تقريبا اللي تبرم الصفقات، وهذه تابعة للأخرى، كل وحدة تهيئ الأرضية للأخرى. كل وزارة تهيئ الأخرى، تمهد لها، باش تعرفوا باللي في عز هذه الأزمة والأزمة العالمية يعني اقتصادية، أزمة اقتصادية عالمية وكورونا والأجواء مغلوقة وكلش، باش تدخل دراهم الخزينة لازم تكون فريمون راجل وواقف وقادر على شقاك. أما وزارة الشباب والرياضة والثقافة وهذا شغل ثانوية. أنا بالنسبة لي شغل أنا حاطينهم هكذا مؤقتا يعني باش ما تكونش فارغة الوزارة. بصح الصح وزارة الدفاع عفوا، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة التعليم ركز لي عليها تانيك بزاف. جماعة بن غبريط والآخر راحوا، اسمها هادو بصفة خاصة. وزارة العدل هذه ما نسواش. معناها الأمور ما تمشيش بنادم في الجزائر. إذا الله عز وجل توفى الرئيس تبون اللي نتمناه له طول العمر في طاعة الله والشفاء العاجل، ولا توفى قائد الأركان، الجزائر تمشي. ما تمشيش براجل، تمشي بمنظمات، مؤسسات.
قائد الأركان، الوزير الأول، وزير العدل، وزير الخارجية، وزير التجارة خونا رزيق كذلك. هذه الخمسة مؤسسات هادو هما اللي اليوم راهم يدخلوا لنا في الدراهم. وزارة العدل راكم تشوفوا إطاحة شبكات، إصدار ما على باليش، مصادرة عقارات، إنهاء مهام، هادو كاع راهم دراهم يدخلوا فيها. المير اللي يتمنجل وكاين دار صفقات ما على باليش مع من، كاع هاد الأمور تدخل دراهم للخزينة، سواء بالدينار وسواء بالعملة الصعبة. فهاد الخمس وزارات الحساسة لو تلاحظوا مؤخرا الأبواق يركزوا عليهم، وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية. مسلطين الضوء عليها، بس على بالهم باللي الريموت كنترول او الماندو او التيليكوموند راحت لهم. بكري هما اللي كانوا يعبزوا بلاي، افونسي، روبوبيني، جيب هذا، دخل هذا، دير هذا وزير، دير هذا مدير، خلاصت هذيك. واللي يقول غير هذا مشكوك في امره، واللي تحقر يروح يشكي، اللي تحقر يروح يشكي، كاين ناس تسمع له. وهكذا نبنوا البلاد. اما المواقع خليها تهدر، مواقع خليها تهدر، ما عندها ما تدير المواقع اصلا، تاع ناس فارغه شغل، الا واحد ينشر حاجه مليحه، ينشر الوعي، ينشر الدين، ينشر حوايج ملاح. ما الابواق تاوعنا راكو شفتوا الجيش الجيش الجيش، عقاب الجيش. لو كان ما عندناش هذا الجيش في الجزائر يا ودي راه يخلات علينا كاع، وماشي غير في الناحيه يعني من الناحيه العسكريه ولا السلاح. الجيش يساهم في الاقتصاد الوطني بطريقته الخاصه. السفير والقنصل ورجال الخفاء هادو كاع يمهدوا للصفقات ويمهدوا للعلاقات الدوليه، والدول تعترف بك نهار تكون قوي، نهار تكون ضعيف والله بعد ما على بالو بك ولا راه سامع بك ولا يدير معك علاقات، ولا الناس تامن بالقوه. اليوم عندك قوه نخافك، عندك قوه نجي نتريتي معاك. وهذا واش راه صاري في الجزائر. واللي ما عجبوش الحال الله يسهل عليه، انا ما نفتح لكش راسك وندير لك الوعي وتحرير الوعي. لا غالب، انت راه عقلك مبرمج، لا غالب عليك، انت سلبي وسالب وساقط وماكش فاهم كاع، لا في الواقع ولا في المواقع. قداش نفهمك؟ انا نفهم الرجال، وما يعرف قدر الرجال الا الرجال. فكل وش راه يصرى اليوم، الحار يحرق والامور اللي راهي تصرى ماشي تحصيل حاصل، غير الناس تتسرع، حابين ياكلوا الزبيب وهو مازال ميمبا ما كانش عنب في الداليه. اصبر يا اخي، اصبر، الرجال راهي تخدم، اصبر. خلاص الناس اللي كانت تحكم في الجزائر بالتليفونات انتهت. الجماعة الزوافية اللي كان عندها تيليكومود انتهت. دوكا بقاو الشرفاء تاع الصح من مختلف ولايات الجزائر كاملين يشاركوا في بناء الجزائر، القبايلي والصحراوي والشاوي والنايلي والتارقي والمزابي. مهم هدفنا مشترك، الهدف المشترك اللي بيناتنا الجزائر، وتحبس تمه. اما تخدم مشروع دشراوي ولا مشروع جهاوي ولا هذيك خلاص راحت بكري، بالون بالونا وحنا مواليه. خلاص هذيك العقلية انتهت، هذه عقلية المهزومين.
نفسيا ومهزومين في كل شيء. المهم نختم إن شاء الله، يعني الحكاية وما فيها أنه الجزائر رجعت لأهلها ومواليها، ومن أجل هذا تكالبوا كامل الجناس عليها. كان معكم أخوكم أبو سلمى الأندلسي في هذا اللقاء الشيق والمثير. دمتم في رعاية الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.